السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. الأهلي يحقق الفوز بثنائية نظيفة على سموحة ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري ليدخل مواجهة الرجاء المغربي الصعبة بدفعة معنوية قوية. المقاولون العرب يخطف نقطة من الزمالك في الدقائق الأخيرة لتصبح بداية مدرب الزمالك الجديد الذي تفائل به مرتضى محبطة. الأهلي يقرر فرض عقوبة مالية على محمد الشناوي بسبب تعرضه لطرد مباشر بعد الاستجابة لاستفزازات أحد لاعبي سموحة والتعدي عليه بالضرب. وكولر يؤكد أن ما بدر من قائد الفريق غير مقبول. شيكابالا وحسام عبد المجيد يدخلون في مشادة قوية بعد مباراة المقاولون العرب بعد تسبب الأخير في تعادل الفريق. كهربا يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة بعد تسجيله هدف وتقديمه مستوى جيد في المواجهة. إشادة خاصة من جماهير الأهلي بمحمد هاني ومستواه المميز هجوميا ودفاعيا أمام سموحة ومساهمته في هدفي الفريق في اللقاء. علي معلول يفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة ال25 بالدوري بعد هدفه في مرمى فاركو. اتحاد الكرة يؤكد أن طرد محمد الشناوي في مواجهة سموحة اليوم لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تواجده في السوبر، ويؤكد أن إيقاف اللاعب سينفذ في بطولة الدوري. محمد الشناوي يسجل غياب عن الأهلي في أول مباراتين محليتين بعد كاس السوبر بعد تعرضه لطرد مباشر أمام سموحة. صلاح يتوهج ويسجل ثنائية في حفلة ليفربول على ليدز يونايتد والتي انتهت بسداسية. مصطفى شلبي يغيب عن مباراة الزمالك والسيراميكا لتراكم البطاقات الصفراء. زيزو يخضع لأشعة لتحديد مدة غيابه عن التدريبات الجماعية والزمالك بعد إصابته في كاحل القدم. الجهاز الفني يشيد بخالد عبد الفتاح والمستوى المميز الذي قدمه في الجبهة اليسرى رغم أنه مركز غير مركزه الأساسي. مارسيل كولر: مباراة سموحة كانت هادئة وسيطرنا على المباراة بشكل كامل. لم نكن في أفضل حالتنا أمام سموحة وذلك بسبب مباراة الرجاء المهمة في دور الأبطال، لأن مثل هذه المباريات تأخذ من تركيز اللاعبين والجهاز الفني بعض الشيء. ورغم عدم الرضا التام عن الأداء إلا أن الأهلي حقق المطلوب وسيطر على المباراة وفاز بهدفين. سعيد بالسماح بحضور الساعة كاملة في مباراة الأهلي والرجاء على استاد القاهرة، وأنتظر رؤية الجماهير في المدرجات بشغف. سيخضع اللاعبين لتدريبات استشفائية غدا ثم سنحصل على يوم راحة قبل العودة إلى التدريبات استعدادا لمباراة الرجاء بدور الأبطال. سنوقع عقوبة على محمد الشناوي فتصرفه لم يكن له أي داعي، ومن المفترض أن يكون قدوة للاعبين، لذا لم يكن تصرفه مقبول على الإطلاق. محمد شبانة: لا أعتقد أن الأهلي سينفذ تهديده بعدم لعب مباراة السوبر بسبب ما يتردد عن إيقاف كهربا. المباراة ستقام في الإمارات والأهلي لديه مسؤولية وطنية والجميع هناك ينتظر تلك المباراة، وأعتقد كهربا سيخوض مباراة السوبر مع الأهلي حتى لو صدرت العقوبة بشكل رسمي في حال تقديم الأهلي تظلم، وبعد اللقاء سيتم البت في هذا التظلم، وأعتقد ستخفض العقوبة ضد اللاعب. أحمد سامي بعد الخسارة من الأهلي: اللاعبين بذلوا مجهود كبير ولكن قدرات فردية حسمت اللقاء. يوجد فارق في الإمكانيات بين الفريقين وسموحة ليس مثل كل موسم. مبروك للنادي الأهلي الفوز فهو فريق كبير، كان من الممكن أن نهدد مرماهم ولكن لم نستطع فعل ذلك. نريد أن ننهي الدوري في مركز جيد لكن لدينا نواقص كثيرة في مركز الظهير الأيمن والأيسر وخط الدفاع. لاعب خط وسط يشارك في مركز الظهير الأيسر ونحاول توفيق الأوضاع. والموسم المقبل سيكون هناك حديث آخر بعد جلسة مع فرج عامر. خوان كارلوس مدرب الزمالك الجديد بعد التعادل مع المقاولون: بدأنا بشكل جيد وأتيحت لنا فرص كثيرة للتسجيل ولكن استقبلنا هدف بسبب عدم الرقابة الجيدة، ولكن ردة الفعل كانت قوية وتعادلنا. المباراة كانت أشبه بالامتحان الصعب لأننا نلعب في مناطقهم طوال الوقت وبعض الأخطاء كانت سبب التعادل. سيطرنا على مجريات المباراة والكرة كانت معنا ولكن في النهاية أهدينا التعادل للمنافس. لا أعرف اللاعبين بشكل جيد حتى الآن وفي الفترة القادمة سنعمل بشكل أفضل. أمامنا 8 أيام قبل المباراة القادمة وهذه فرصة لتحسين الأداء، وفي العادي أحتاج 3 أيام للتجهيز لأي مباراة ولكن مباراة اليوم كان أمامي يومين فقط. أي لاعب سيلعب لنفسه لن يكون له مكان في التشكيل. زيزو تعرض لضربة قوية وهو لاعب مباريات كثيرة في فترة قليلة مع الزمالك والمنتخب ويحتاج لراحة، والأخطاء لابد من معالجتها. تم الاستقرار على المدرب المساعد لي في الجهاز الفني وسيصل مصر الأسبوع القادم. سامي قمصان:
الفوز على سموحة مهم للأهلي حتى نبتعد عن أقرب منافسين لنا في جدول الدوري. مباراة الرجاء أخذت من تفكير اللاعبين بعض الشيء أمام سموحة، وهذا أمر طبيعي أن يفكر اللاعبين في هذه المواجهة المرتقبة ولو بشكل بسيط. حققنا فوز مريح على سموحة، وكان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف، والمباراة مرضية بالنسبة للجهاز الفني. كهربا استمر في تسجيل الأهداف رغم الضغوط التي حدثت له أمس، وأثبت أنه ذو شخصية قوية. ومحمد شريف أيضا استمر في تسجيل الأهداف رغم أنه شارك في مركز الجناح لأول مرة منذ فترة طويلة. مواجهة الرجاء المغربي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا صعبة، والفريق سوف يستعد بقوة للمباراة لتقديم أفضل ما يمكن خلالها، ووجود الجماهير بأعداد تصل ل 52,000 مشجع في المباراة سيمنحنا دوافع كبيرة، كما حدث في مباراتي الهلال السوداني وبيراميدز، ونتمنى أن يواصل الفريق مشواره في البطولة حتى الصعود للمباراة النهائية. شوقي غريب بعد تعادل المقاولون والزمالك. بدأت المباراة بطريقة لعب وقمت بتغييرها بناء على معطيات اللقاء من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة. لعبت على المساحات بين مدافعي الزمالك في آخر 10 دقائق بالمباراة ونجحت في تحقيق ما أريده، والمباراة كانت بين فريقين كبار، فالمقاولون هو ثالث الأندية المصرية حصولا على البطولات، وخرج من النادي أفضل لاعب في العالم. نبني فريق جديد للمقاولون سواء من أبناء النادي أو من لاعبين من الخارج، والفريق ظهر بصورة جيدة في الموسم الحالي، ونرغب في تكوين فريق قوي الموسم المقبل. الزمالك لديه مدرب جيد وله اسم كبير ودرب المكسيك في كأس العالم، وبالتأكيد يحتاج لوقت لكي يستطيع استيعاب الدوري المصري واللاعبين المصريين، ووجوده يفيد الكرة المصرية. حازم إمام: أعتقد مدرب الزمالك الجديد لن يقسو على اللاعبين بعد التعادل مع المقاولون لأنه يريد أن يكتسب ثقتهم، ولكن الأخطاء متكررة في الدفاع، والزمالك كان أفضل اليوم لكن بسبب عدم التركيز والاستهتار في الفرص تعادل الفريق، وهذه الأمور لابد أن يعمل المدير الفني على تصحيحها. الضغط كان موجود والفريق كان جيد لكن ليس في حالة تركيز وفقد التصرف الصحيح. يوسف أسامة نبي أخطأ لكن حرام نشيله الليلة. الكرة ليس لها أمان وهو لاعب صغير السن، وجميعنا مرينا بمثل هذه المواقف أن نشعر بأن المباراة سهلة ونريد أن نحرز أهداف. أيمن يونس: طالما يوجد لاعبين عندهم استهتار طبيعي الزمالك يفقد الفوز. يوسف أسامة نبي انطلق بهجمة ومعه 4 لاعبين من الزمالك لكنه تأخر في تمرير الكرة وضاعت الهجمة، وحسام عبد المجيد كان لابد أن يخرج الكرة من الملعب لكنه لم يفعل ذلك. الكرة تحسم بالتفاصيل الصغيرة. حاتم سكر لاعب جيد ولكن مازال أداؤه أداء لاعب ناشئ، عنده لمسة كرة رائعة وسيكون لاعب جيد، لكن يحتاج أن يكون ذهنه حاضر داخل الملعب ويتدرب ويقوي نفسه بدنيا. المدير الفني الجديد يشاهد المباراة من داخل الملعب ولن نستطيع أن نشعر ببصماته إلا بعد شهر على الأقل. المباراة الزمالك كان يجب أن يفوز بها ولكن التعادل جاء بأخطاء فردية، ووسط الملعب مازال يعاني، وصراحة المدير الفني أمامه عمل كبير فني وبدني. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وأتمنى تشاركنا برأيك وتقول لنا شايف من وجهة نظرك مين أفضل لاعب في مباراة النهاردة. هستنى رأيكم واشوفكم على خير في حلقة جديدة.